هقولك يا ام عبده طبخك متراجع. ليش هيك الكبة؟ بدي اقولي كمان كبة؟ ليش مين قالك هي كبة؟ لك شو هاي محشي؟ مبينة كبة قراص. ليش دلقتي كل هالدبس الرمان؟ اصبري دوقي واعطيني رأيك بهالاختراع. هاتي لنشوف. أكلت حلو. سلم ايديكي لذيذة. وانتو كمان وجربوها واعطونا رأيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم من جديد بمطبخ مذاق. وصفتنا اليوم رح نعملها معكم أول مرة وما عرفنا إيش نسميها. المهم منحط علبة بسكويت وزنها 200 جرام بالخلاط ومنطحنها لتصير ناعمة مثل الطحين. وبس صارت مثل ما شايفين منحطها بصحن ومنضيف فوقها 50 جرام زبدة مذابة ونص كوب حليب ومنعجن. هالوصفة سهلة وسريعة وبتحسنوا تعملوها بأي وقت إذا جايكم ضيوف على غفلة، بنص ساعة أو بساعة بالكتير كلها بتكون جاهزة وبتبيض الوجه. انتو ايش رأيكم نسميها الأكلة؟ بعد ما خلصت ودقناها قررنا نسميها الحلوى اللذيذة. جربوها واعطونا رأيكم. وهلأ منبلش بتحضير الحشوة. كمان شوفوا منحط الفيديو ظرف كريمة للأخير شانتيه جربوها وفوقه نص كوب واعطونا حليب رأيكم. ونضربه بالمضرب الكهربائي ليسمك القوام. ولوقت ما تسمك الكريمة تابعوا حساباتنا بمواقع التواصل الاجتماعي وإن شاء الله ما بتندموا. وبس سمك منضيف له كوب جوز الهند ومنحركن مع بعض وهيك بتكون الحشوة جاهزة. لا تنسونا اللايك والتعليق الحلو وإذا مالكن مشتركين تشتركوا بالقناة. هلا منجهز الصوص. منحط ملعقة كبيرة كاكاو غير محلى وفوقها ملعقة كبيرة نشا وملعقتين كبار سكر ونص كوب حليب. منحركن تحريكة ومنحطن على النار ومنضلع منحرك ليتقل القوام. الفيديو هون مو واضح لأنه ما كانت الإضاءة منيحة. وبالأخير منضيف للصوص ملعقة زبدة مشان اللمعة وصوصنا بكون جاهز. هلا منعبي الحشوة بكيس حلواني ومنجيب عجينة البسكويت ومناخد قطعة ومنجيب أي صحن زبادي صغير عنا منغلفه بنايلون ومنمد العجينة هيك بهالشكل. إذا كانت فيديوهاتنا عم تعجبكن عملوا لنا لايك واكتبوا لنا تعليق حلو، هالشي بساعدنا نستمر وبخلي الفيديو ينتشر أكتر. ومنعبي يا حشوة وبعدها بناخد قطعة عجينة تانية منسويها مسطحة ومنسكر فيها قطعتنا بهذا الشكل. ممكن تضيفوا لعجينة البسكويت منكهات تانية مثل الفانيلا أو قهوة سريعة الذوبان تعطيها طعمة طيبة. ومنضغطها بالإيد وبس خلصنا كل القطع منحطهم بالبراد ليتماسكوا شوي. ووقت التقديم منحطها بصحن التقديم ومنحط فوقها صوص الشوكولا اللي عملناه سوا ورشة فستق على الوجه. واعطوني رأيكم بهالشكل. وقت الذوق يا سلام شي نغم. اسم الحلوى اللذيذة قليل عليها بس ما اجى على بالنا غير هالاسم. جربوها وان شاء الله راح تحبوها وبالعافية.